كنت تعرف ان في محكمة للجن؟ محكمة حقيقية مش اسطورية ولا حكايات قديمة، موجودة من مئات السنين ولسه شغالة لحد النهاردة. محكمة ليها ملك وقضاة ومتهمين واحكام بتتنفذ، والاغرب ان المحكمة دي مش للجن بس، احيانا بيتسحب ليها بني ادمين زيي وزيك. المحكمة دي هي محكمة شمهروش، وشمهروش ملك كبير من ملوك الجن. بيقولوا ان ليه هيبة مش طبيعية، جسم ضخم، ملامحه مرعبة لكن عادلة، صوته زي الرعد، وعنده تاج من نور أبيض مش من نار. والأغرب إنه مش بيظلم، أحكامه دايما عادلة. بس لو اتطلبت للمحكمة يبقى الموضوع مرعب جدا، لأن مجرد دخولك هناك بيكسر روحك قبل جسدك. القصة الأولى حصلت من سنين مش بعيدة، قصة حقيقية لحد من بيوت المغرب، واللي حصل معاهم بيأكد إن محكمة شمهروش مش مجرد خيال. القصة بدأت في بيت عائلة العروسي. البنت اسمها سلوى، كانت في أوائل العشرينات، جميلة وهادية وملتزمة. فجأة من غير أي مقدمات بدأت تتغير، تصرخ بالليل من غير سبب وتقول كلام غريب: سيبوني، أنا ماليش ذنب، أنا مش رايحة. أهلها افتكروا في الأول إن دي أزمة نفسية أو مرض، لكن الليلة اللي قلبت كل حاجة إنهم صحيوا على صوتها وهي بتصرخ: المحكمة ندهتني. من اليوم ده والبنت حياتها اتقلبت، بقت تصحى من النوم وعليها علامات حمراء في ايديها ورجليها كأنها قيود، ولما يسألوها كانت تقول: انا بشوف ناس قاعدين حواليا في مكان كبير ومظلم، كلهم بيبصوا عليا، وواحد ضخم قاعد فوق عرش من نور، وانا واقفة قدامه متسلسلة. اهلها بدأوا يخافوا بجد، جابوا شيخ كبير من المنطقة، شيخ معروف انه بيواجه الجن. الشيخ اول ما سمع اللي بيحصل معاها قال: دي مش ملبوسة عادي، دي مطلوبة لمحكمة شمهروش. لو عجبتك القصة وحابب تسمع الجزء التاني، اعمل لايك للفيديو ده وشير كتير وتابعني علشان يوصل لك الجزء اللي جاي.